بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. هنا جيت لكم النهارده عملت الرقاق الطري. انتوا كلكم اساتذه واحسن مني بكتير، بس احنا برضو ايه بنعرف البنات المبتدئه، مش بعرف العمالقه. فدلوقتي انا عندي نص كيلو دقيق. طبعا خلاص خطر على بالي لازم اعمله رقاق طري عشان هوريكم في اخر الفيديو هعمل فيه. اللي هيستنى معايا اخر الفيديو هيشوف وصل لحد فين. بصوا ما شاء الله، ملبن جميل جدا. وعملته على عين البوتاجاز من فوق. اي نعم الصينيه باظت وتهدي حيلي في دعيكها، بس ما فيش مشكله. عملتها بقى باتقان وظبطت الدنيا كده وعملت وليمه. ده من نص كيلو دقيق. شفتوا قد ايه؟ هنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عندي نص كيلو دقيق، احط عليه شويه ملح، يعني نص معلقه ملح، واحط معلقه سكر صغيره. طبعا عندي شويه لبن رايب كده زي الفل زي الفل، هحطهم. بصوا اهوت، كوبايه لبن رايب. انا اللبن لما بيقطع يا بنات ما برميهوش، بحتفظ بيه. بينفعني في جميع المعجنات، في بيتزا، في اي حاجه بعجن بيه، في قرص، كل حاجه يعني زي الفل زي الفل. هنا عجينه وانا محضره برده كوبايه مج ميه. لو احتجت هاخد، ما احتجتش خلاص. طبعا شايفين انتوا. طبعا مقدار الميه ما اقدرش اقول مقدار السوائل ليكم عشان كل دقيق بيختلف عن التاني. هنا بحط حبه بحبه عشان ايه؟ ما شاء الله اللهم بارك، تاخد كفايتها في الميه. وانا عايزاها عجينه. طبعا انتوا عارفين عجينه الرقاق ولا بتلزق ولا طريه، حلوه جدا جدا. وبنملكها جامد كده ونظبطها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. افضل اعجن فيها والت فيها كده لما تسيب من ايدي خالص. بصوا، هكمل بقى عجينه على الرخامه. ليه؟ عشان تبقى تاخد وتدي معاكي كده وتبقى جميله. عجينه تبقى عجينه قطنيه. ما شاء الله اللهم بارك اهي. كل ما تعجني فيها المعجنات عامة، فطير، رقاق، أي حاجة تعجنيها كويس تديكي نتيجة أفضل وأحسن بكتير بكتير. هنا عندي معلقة سمنة. تعالى يا بايو، تعالى يا بايو هنا. هنا عندي معلقة سمنة بحطها بقى كده عشان يبقى إيه، يزود القيمة الغذائية. بايو نزل، زود القيمة الغذائية. معلش بايو هينزل الشارع وأنا عمالة عيني عليه. هنا بعجن بقى. طبعا السمنة بتديها قيمة غذائية جامدة. عايزة عندك زبدة حطي، مش عايزة ممكن الاستغناء عنها عادي يعني. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. نفضل نعجن فيها كده، نعجن ونلت نعجن ونلت لما نجيب معاها الاخر، لحد ما تحسي ان العجينه بقى زي القطن معاكي. طبعا احنا بنقول للبنات المبتدئه تعمل نفس النظام، تفضل تعجن في العجينه زي ما انت شايفاني كده يا اختي. لو حد مزهقك طلعي غلب الزمن فيها، مش اشكال. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا كده ما شاء الله اللهم بارك نعجن جامد جامد جامد. انا ما قطعتش المقطع عشان او ما يعني ما جريتوش عشان تشوفوا بالتفاصيل. انا بحب التفاصيل الممله. بس العجينه هنا بقى ملبن. ما شاء الله اللهم بارك، عسل زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنا هغطيها شويه ترتاح. وجبت الصينيه هقطعها بقى قطع صغيره خالص. ليه؟ انا عايزاها ما تبقاش كبيره، عايزاها تبقى انا هعمله في الاخر، مش عايزه اقول لكم السر لما تشوفوه في الاخر. هنقطعه صغير كده ما شاء الله. طبعا بالمقاس اللي انت عايزاه وبالحجم اللي انت عايزاه، اللي يريحك اعملي بيه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على الحبيب عشان القلب يطيب يا جماعه. طول ما انت بتعملي اكل بيتك كده وتصلي على النبي وتذكري الله، اللهم بارك، الاكل يبقى زي السكر. وكل اللي ياكل منه يقول لك ايه، حاجه كده عسل. بصراحه ربنا بينزل فيه شهد مكرم. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. شوفوا نص كيلو دي عمل قد ايه. يعني ما تخيلتش نص كيلو دي يعمل الوليمه دي كلها. والله هو اللي كان عندي في ظرفه المطبخ نص كيلو. اللهم صل على النبي. طبعا بتعمليه، ممكن تعمليه صينيه، ممكن تحشيه كاستر، ممكن تحشيه كريمه. يعني ما شاء الله اللي هي الكريمه الكدابه. وبرده بتعملي على النار من فوق. يعني ممكن تعملي حلو وحادق، حاجه كده عسل. هنا غطي. طبعا انا هغطي كده. عندي القماشه بتاعت اللي انا عاملاها فوطه مطبخ، قماشه بقى نضيفه عاملاها للعجن. هنا بقى ما شاء الله حضرت النشابه بتاعتي المتينه وهفرد كده ما شاء الله. طبعا العجينه ارتاحت ترتاح. طبعا بتسيبيها ايه، من ربع ساعه لتلت ساعه ترتاح. وراكي حاجه هتصلي هتعملي اي حاجه اعملي لحد العجينه ما ترتاح. هنا بفردها كده وحاطه صينيه على النار. طبعا انا ما بسويش واحده واحده، انا بركن
يعني انشب 2 3 واحطهم على الرخامه. الرخامه عندي اسم الله كبيره كده، اللهم بارك. فانشب خالص، بس ما ترققيش الوسط، جيبي من بره من جوه لبره، من جوه لبره، من جوه لبره كده، عشان تبقى الرقاقه كلها سوا بعض. ما شاء الله اللهم بارك. دي كانت ايد مقشه يا ولاد، وانا وديتها الورشه عملتها زي ما انتم شايفين كده نشابه. اللهم بارك. شفتوا كده حاجه كده عسل. كله يقول بقى تسلم ايديك يا مسلم، ويحط اللايك يا ولاد، حط اللايك، ما تنسوش اللايك. اللايك بيعلي الفيديو وبيزود بقى طبعا من الناس كلها تشوفه. فما شاء الله اللايك حلو يعني، التعليق جميل كده بيفرحني. اللي معايا لحد دلوقتي بقى حط لايك وشير وشير الفيديو لاكبر عدد عشان يوصلك كل جديد. واللي ما اشتركش في القناه، اللي نسيت تشترك تشترك. باي، اعمل لكم دوشه معلش، مستفز قوي. شوفوا انتوا هنا طبعا بتغطيه فوطه، يعني انت تحطي كده وتغطي فوطه. انت مش هتعملي واحده واحده، انت هتعملي كذا واحده مع بعض. ما تخافيش ما تخافيش، هو بايو بيحبك. اقعدي يا اوشا، اقعدي جنبي. اوشا جايه خايفه من بايو. بصوا هنا اللهم بارك اهوت، ورا بعض ورا بعض كده. طبعا بعمل بالثلاثه، بعمل باربعه واركنهم جنبي، وبغطيه فوط مبا. هو كانوا في السعوديه، تخيل اللي بتجري وراهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس بسجل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بصوا يا حبايب قلبي اهوت، الصينيه باظت. اي نعم انا زعلانه قوي، زعلانه، بس دعكتها تهدي لي فيها والله. بس ايه بنقول احسن الحاجه الموجوده احسن ما نجيب حاجه جاهزه من بره. يعني حاجتنا دي عندنا والحاجه عندنا. الصينيه هتديك هتدي حيلنا شويه مش اشكال. انت لو عندك صينيه قديمه بتستعمليها يعني حاجات زي كده مش هتتعبك في اي حاجه. لكن دي عشان والله صواني جديده لسه جايباهم اللي هم بتوع البيتزا. جايبه الثلاثه من حمام الثلاث ب 150. دلوقتي غليوا طبعا. فطبعا بحافظ عليهم جامد، لان انا الصواني عندي اتبهدلت بسبب ان انا اصلا شغلي كله فطير، وده اكل عيشي يعني، شغلي ومشروعي فطير، رقيش، قرص، الكلام ده كله، كحك العيد يا بسكويت يا احنا. فكل ده مشروعي. فانا بالنسبه لي صوانيه اتدمرت، فجبت دول بقى فرحانه بيهم وخايفه عليهم. طب ما عملتيش واحده من قدام ليه يا ام اسلام؟ ظهرها يعني قعر الصينيه مدبدب كده عالي وواطي، فمش مش هتطلع رقاقه مظبوطه. لكن دي ده بس دي ظهرها سرح كده. بص بقى ما شاء الله، وهو عشان العجينه مرتاحه في النشيب ما بتاخدش حاجه خالص. اللي ما تعرفش تنشف هتتعلم والله. دي كاري يعني، دي شغلتي، ده مشروعي من زمان قوي. الرقاق بحبه جدا وافتخر بيه بامانه. صلى اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا ورا بعض اهو. بس خليش وش يحمر كده. انا قربت لكم عند الصينيه عشان تشوفها وصلت لاني مرحله الصينيه من البهدله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بصوا بلبن ما شاء الله، طري جدا جدا جدا. طبعا انت ممكن تاكلي بيه جبنه، تاكلوا بيه اكل يعني، ممكن يتغمس زي العيش، ده جميل مش رقاق بس ان هو تحشيه، ممكن تاكلي بيه كل حاجه. اللهم بارك كده زي العسل. تسلم ايديا وعينيا. اللي معايا لحد دلوقتي وما اشتركش يشترك فضلا وليس امرا. ومروركم الكريم في قناتي كده وفي صفحتي يفرحني ويحسسني ان انا بعمل حاجه بتستفادوا منها، مش حاجه هباء كده. بصوا اخر الفيديو عملنا بيها ايه. بص اخر الفيديو، استنى يا اوشا، شفت اخر الفيديو عملنا بيها ايه؟ عظمه. ايه يا مسلمه اللي انت عملتيه ده؟ حاجه كده ما اقولكمش. حولت له كريب. بصوا هنا كنت عامله شاورما بقى، بطاطس محمره وكله لازم وكاتشب. بصوا قالته على عين البوتاجاز. طبعا انا عاملاه الفيديو ده قبل كده وانا بعمل الكريب، فانا ما رضيتش اعمله تاني عشان ما بقاش رخمه يعني. بص اللهم بارك، حاجه كده سكر. كان ايه رايك فيها يا رماس؟ طعمها جميل. طعمها جميل. شفتوا